ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد هنعمل معاكم طريقه الدنت. الدنت من الحاجات اللذيذه اللي الاطفال والكبار بيحبوها. الدنت الكراميل، والطعم حكايه احسن من الجاهز في اللون والطعم. لو اول مره تشوفوني، انا سميه ودي قناه مطبخ السعاده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الجديد. ويلا نشوف المقادير مع بعض. المقادير: 3 كوبايات لبن، كوباية سكر، معلقتين كبار نشا، معلقة زبدة، كوباية كريمة ودي اختياري، وباكت فانيليا. هنبدأ نكرمل السكر. هنحط كوباية السكر معاها ربع كوباية مية. دي طريقة كويسة جدا، احسن ما نحط السكر لوحده ويسكر مننا وساعات بيبوظ. الطريقة دي كويسة جدا، وبنبدأ نقلب بالطريقة دي. في المرحلة دي ما بنحطش اي معلقة عشان ما يسكرش معانا. هيبدأ هنا يدينا اللون، بدأ يلون كده برضو بنفس الطريقة. كده بنوريكي بالمعلقة ده اللون اللي احنا عايزينه. يعتبر بنقلب في المرحلة الأخيرة خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. ده اللون كده المطلوب. طبعا احنا معانا 3 كوبايات لبن، هنحط كوبايتين لبن منهم، وهنخلي كوباية لان موجود نشا معانا هنبدأ نفكه. زي ما انت شايفة كده هنسيبه لما يغلي. هو كده انت شايفاه حجر، لكن كل ده هيفك. هنبدأ نقلبه، كل ده مع الغلية هيفك. زي ما انت شايفة كده الغليان بيفك كل السكر ده. كده كله فك. النشا هنفكه بكوباية اللبن اللي فاضلة. هو المقدار كله 3 كوبايات لبن، المج العادي بتاع المطبخ اللي هو 200 جرام. هنبدأ نفك كده، بس ما نخليش اي تكتلات في النشا. بنسيبه يغلي شوية زي ما انت شايفة معانا كده، علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات للسكر. وهنبدأ نفضي ايد تقلب وايد تفضي، لان طبعا النشا عشان ما يكلكعش معانا. هنقلب كده بسرعة. بدأ كده القوام يظبط معانا. هنحط معلقة الزبدة. طريقته سهلة جدا. كوباية الكريمة، هي كوباية صغيرة، موجودة كريمة موجودة مش موجودة ما بتفرقش. هي بتدي دسامة وطعم احسن، بس لو مش موجودة عادي، ما بيقللش حاجة من الوصفة. الفانيليا تدي ريحة وطعم. هنبدأ كده نقلب، وده القوام اللي احنا عايزينه. نفس اللون الجاهز، الطعم احلى بكتير جدا. هنبدأ هنا نفضيه في الاطباق بتاعتنا. شايفة القوام معانا واللون حكاية. اللهم صل على سيدنا محمد. ده القوام المظبوط جدا، طريقة سهلة. شايفة القوام، وكل ما يبرد كل ما القوام يظبط اكتر، بس هو ده القوام اللي احنا عايزينه. وبألف هنا وشفا.